بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعي قناة العراقية الرياضية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا، مرحبا بكم هنا وافتتاح الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال الخليج 25-26 ولحساب منافسات المجموعة الأولى. الجولة الخامسة في منافسة قوية جدا، هذه المجموعة التي تضم أندية العين والقادسية وزاخو وسترا البحريني. نعم مشاهدينا الكرام، في منافسة وهنا في ملعب مدينة خليفة الرياضية، فريقي سترا البحريني والعين الإماراتي. هنا سترا البحريني الذي يستضيف العين صاحب المركز الثاني ب6 نقاط، وسترا صاحب المركز الرابع بنقطتين. مشاهدينا الكرام والمتابعين، فريق نادي سترا البحريني بقيادة المدرب الجديد في رابع مباريات، نعم 3 مباريات في بطولة الدوري أو مباراتين في بطولة الدوري ومباراة واحدة في بطولة الكأس، وهذه المباراة الرابعة نعم للمدرب علي عبد المجيد الذي تولى قيادة الفريق بدلا وخلفا للمدرب المقال عيسى السعدون. بينما نادي العين اليوم بقيادة الصربي فلاديمير آفيتش، بحراسة المرمى حسن ساني وكوامي آتون، خالد الحساني، إبراهيم ندياي، إسماعيل أكابوتي، مامين يانغ وجوناس نافو، محمد عوض الله وساركي ريولو ناو وحميد محمد، وأخيرا أديس يازيتش. فريق نادي سترا البحريني بقيادة علي عبد المجيد، بحراسة المرمى يوسف حبيب ومايكون دوغلاس، جوتا كافافي وعلي ناصر، عمران آدم، فينيس إيمانويل وريان البورجي، عبد الواسع المطري والبرازيلي برونو، وأخيرا كيريد داليما. طاقم التحكيم بقيادة الحكم العماني عمر اليعقوبي، ويساعد طبعا مواطني رشاد الحكماني وحمود الشعيبي، وحكما رابعا سعيد المزيني أيضا من عمان، وحكما للفار من المملكة العربية السعودية رائد الزهراني. من هناك علي عبد المجيد المدرب، من هناك الجديد 3 مباريات لعلي عبد المجيد، نعم انتصار على البحريني 1-0 في بطولة الدوري، بعدها الخسارة في بطولة الدوري من الرفاع 3-1، والهزيمة في دور 16 في بطولة الكأس من أمام نادي الاتفاق بثنائية نظيفة. يسعى المدرب علي عبد المجيد لتحقيق الانتصار الأول لسترا في هذه النسخة وفي مشاركة الفريق الأولى في هذه البطولة تاريخيا. 2 لسترا من تعادلين وهزيمتين، سجل هدفين واستقبل 6، بينما نادي العين يسعى لتأمين التأهل إلى الدور المقبل من البطولة ولمنافسة وتضييق الخناق على زاخو المتصدر. نعم العين 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين، سجل 5 واستقبل 4. لحظات وتنطلق صافرة حكم المواجهة عمر اليعقوبي الدولي العماني، من هناك الذي يدير هذا اللقاء الثاني بين الفريقين في هذه النسخة من البطولة. التقى الفريقان في الجولة الأولى وكان الانتصار عريضا لفريق نادي العين ب4 أهداف مقابل هدف واحد لفريق نادي سترا. كان اللقاء الذي احتضن استاد هزاع بن زايد في 30 سبتمبر 2025. انطلقت صافرة البداية مشاهدينا الكرام، معلنة عن انطلاقة هذا اللقاء في هذا المساء وفي أول مباريات الجولة الخامسة مشاهدينا الأكارم، في منافسة قوية ومحتدمة في المجموعتين الأولى والثانية من بطولة دوري أبطال الخليج. دوري أبطال الخليج يعود من جديد مشاهدينا الكرام بعد توقف للبطولة، تعود في ثاني النسخ على التوالي بعد العودة، بعد أن توقفت في موسم 2012-2013. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة العين عن طريق ياسيتش أديس، من هناك
تعود الكرة في وسط الملعب، في وسط الميدان لمصلحة نادي العين. نادي العين الذي يسعى أيضا للارتقاء في جدول الترتيب على مستوى الدوري. هناك نادي العين نعم على مستوى منافسات الدوري يتواجد في المركز الثاني. كرة على اليسار ومن هناك نعم بفارق نقطة واحدة عن فريق نادي الشباب. لا وجود لخطأ، لا وجود لمخالفة. عودة من هناك لنادي السترة عن طريق فينيس إيمانويل. تمريرة في وسط الملعب، استعادة من جانب كوامي آتون عن طريق القائد يا سعيد. وكرة في وسط الملعب، أوديس ياسيتش النمساوي. تمريرة على جهة اليمين، وصلت الكرة من هناك، محاولة الوصول والعبور من جانب محمد عوض الله. يحاول محمد من هناك محاولة التخطي والعبور، ومن هناك الاستعادة وقطع الكرة الماضية. عودة من هناك في وسط الملعب لمصلحة عناصر نادي سترة على اليسار. محاولة التقدم والهروب في الكرة الماضية من جانب اللاعب برونو، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يسعى المدرب علي عبد المجيد اللاعب الدولي السابق لمنتخب البحرين. كرة في وسط الملعب، نقلة على جهة اليسار. عودة من جديد. نادي سترة أيضا يمر بظروف صعبة جدا على مستوى منافسات الدوري، في المركز التاسع بفارق 15 نقطة عن المتصدر نادي الخالدية. عودة في وسط الميدان. منافسات هذه البطولة التي تشاهدونها حصريا عبر قناة العراقية الرياضية سادتي الكرام والمتابعين في كل مكان. في وسط الملعب كوامي، تمرير. تنطلق بهذا التوقيت أيضا مباراة النهضة والشباب لحساب منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها نادي النهضة العماني ب7 نقاط، وخلف نادي الريان ب6 نقاط، والثالث نادي شباب السعودي ب4 نقاط، والتضامن حضرموت من اليمن بالمركز الرابع. حتى الآن لم يتم حسم التأهل في كلتا المجموعتين. نادي النهضة وعلى الرغم من خاصة المجموعة الثانية صعب جدا التنبؤ بمن سوف يظفر ببطاقة العبور. ربما الحسم يتأجل حتى المجموعة أو الجولة القادمة، الجولة السادسة. نعم مشاهدينا الكرام، الجولة السادسة والأخيرة والتي ستنطلق منافساتها في 17 من الشهر الحالي. كرة إلى الأمام، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة نادي سترة البحرين عن طريق البرازيلي كينيد داليما. يتركها من هناك للاعب فينيس إيمانويل تلعب للجودة. عودة من جانب البرازيلي في وسط الملعب عن طريق مايكون دوغلاس. تمرير على جهة اليسار، محاولة التقدم، ومن هناك تتبع الكرة الماضية ولكن كانت بعيدة وطويلة، وأيضا تضييق ومتابعة جيدة من جانب اللاعب إبراهيم نيدياي. تابع الكرة الماضية. عودة من جديد، هذه الكرة الماضية. عودة إلى الأمام في وسط الملعب، نقلة إلى الأمام وعودة إلى الخلف لدفاعات نادي سترة البحريني. هناك كفافي يلعبها. كفافي هو الذي سجل الهدف الوحيد لنادي سترة في مرمى نادي العين في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأولى. اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في منافسات هذه البطولة، بطولة دوري أبطال الخليج. عودة للأمام، تمريرة في أقصى اليمين، متابعة حاضرة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب إماما من هناك بمبدأ التأمين للكرة الماضية من جانب اللاعب خالد الحساني برمية جانبية. من هناك تحولت، هذا هو اللاعب كينيد داليما اللاعب الخطير. ريان الفورجي اللاعب السعودي من هناك، ورمية جانبية للاعب فينيس إيمانويل في وسط الملعب. تمريرة في وسط الميدان. عودة من جديد لمصلحة مايكون وتمرير باتجاه عبد الواسع المطري. عبد الواسع ولا خلف من جانب عمران آدم، وبعد ذلك تصل لفريق نادي سترة. التحفظ
الكبير هو ما شاهدناه حتى الآن في هذه المباراة. بالتأكيد في شعار يرفعه الفريقان في هذه المباراة: لا سقوط، لا تعثر آخر، بالتأكيد لا نزيف آخر على مستوى النقاط. البحث عن تحقيق الانتصار بالنسبة لنادي سترة، الرغبة هي أكبر تحقيق الانتصار الأول في هذه المباراة في هذه البطولة. عودة إلى الأمام، تقدم أمامية عن طريق ساركي النيجيري، تمرير إلى الأمام ولكن متابعة حاضرة من جانب اللاعب علي ناصر. بعد ذلك المتابعة من مايكون دوغلاس في وسط الملعب. عودة إلى الأمام للاعب إبراهيم نيدياي لحميد محمد. حميد إلى الأمام، نقل على جهة اليمين، ساركي من جديد لآديس ياسيتيتش. عودة إلى الأمام، كوامي على اليسار، نقلة لمصلحة نادي سترة. يحاول الفريق أو لنادي العين، يحاول الفريق الإماراتي من هناك في سقوط ولمسة يد وخطأ في الكرة الماضية على اللاعب ساركي. في الكرة الماضية ليس ساركي وإنما اللاعب مامين يانغ. المدرب المساعد في هذه اللحظات، المدرب المساعد لفريق نادي العين، المدرب ماتيو لومباردو، الذي ظهر يوم أمس في مؤتمر صحفي خاص بهذه المباراة. كرة إلى الأمام، محاولة التقدم، تمريرة في وسط الميدان، نقلة على جهة اليسار، محاولة التقدم لفريق نادي سترة ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب اللاعب ساركي النيجيري. يتدخل في الكرة الماضية من أمام عبد الواسع المطري، توجيهات لحارس المرمى حسن محمد. من هناك فيما يخص الخطورة القادمة ورغبة كبيرة من جانب نادي سترة البحريني في تفتيش مستمر عن هدف المباراة الأول. ضربة ركنية، محاولة من هناك ترسل عالية، محاولة بالراس ولكن لا زالت على مشارف المنطقة. تصويبة تتصدى لها دفاعات نادي العين، وانطلاقة سريعة على اليسار، محاولة ومرور، تقدم وعبور، انطلاقة أمامية، نقلة أمامية انفرادية، محاولة ولكن حارس المرمى يوسف حبيب من هناك يتصدى للكرة الماضية. وهذا المد نعم الهجومي الكاسح من فريق نادي العين عن طريق مامين يانغ السنغالي. تقدم أسد الترنجا ولكن يوسف حبيب ورفاقه نعم يتمكنون من إيقاف هذا المد الهجومي. هناك المدرب ماتيو لومباردو ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة وتحدث وقال: ندخل مواجهة سترة بنفس النهج والأداء والانضباط التكتيكي الذي عملنا به في المباريات السابقة، ونلتزم برؤيتنا وطريقنا في اللعب دون تغيير. أيضا قال بأن المباراة خارج الأرض تفرض تحديات مختلفة، ونسعى لتمثيل نادي العين بالشكل الذي يليق باسمه ومكانته. بالتأكيد نادي العين تاريخ حافل وكبير، نعم بطل دوري أبطال آسيا 23-24، الفريق الذي يسعى للعودة إلى الإنجازات، نعم، وأيضا إلى منصات التتويج. غاب عن بطولة الدوري، غاب عن بطولة الكأس، أيضا غاب عن بطولات آسيوية تعصف به رياح التغيير وتضعه في منافسات نعم عربية خليجية بعد إن كان ينافس رفقة أندية النخبة الآسيوية. عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، محاولة واستعادة من هناك إلى حارس المرمى، وصلت عند حسن محمد لإسماعيل أوكوبوتي في وسط الميدان. عودة من جديد لفريق نادي العين، إبراهيم نيدياي على اليسار هنا في مدينة خليفة الرياضية. مشاهدينا الكرام، هنا في المعقل لمنافسات قارية وعربية لأندية الكرة البحرينية. مشاهدينا الكرام،
الملعب الذي يتسع ل 15,000 متفرج، ودائما ما يستضيف البطولات والمسابقات العربية والآسيوية والتحديات التي تخوضها الأندية البحرينية. عودة في وسط الملعب عن طريق إسماعيل أوكوبوتي من هناك، وأي إعادة لعبد الواسع المطري، اللاعب السريع والمهاري والخطير. تمريرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة نادي العين. نادي العين على المستوى المحلي في منافسات بطولة الدوري قادم من فوز بهدف نظيف على نادي الجزيرة في الديربي المثير، في ديربي وقمة من قمم الكرة الإماراتية في الجولة 15 في دوري أدلوك يوم الجمعة الماضية. حقق الانتصار بهدف أليخاندرو كاكو، بينما نادي سترا قادم من خسارة في بطولة الكأس في 3 فبراير في يوم الثلاثاء الماضي بثنائية نظيفة أمام الاتفاق في دور 16. وأيضا على مستوى بطولة الدوري قادم من هزيمة 3-1 أمام نادي الرفاع. كرة إلى الأمام، محاولة استلام داخل المنطقة، ربما الدخول والتمرير على الجهة اليمنى لنادي سترا، تسديدة ولكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة ومحاولة اللاعب كانت دليمة. أول تصويبات ومحاولات الفريق البحريني بانطلاقة لمصلحة الأحمر على الجهة اليمين بتمريرة جاءت وبدأت في وسط الميدان من جانب عبد الواسع المطري، ولكن في النهاية إلى خارج أرضية الملعب تحولت، وفي وسط الميدان وصلت وعادت إلى الأمام. في وسط الملعب تمرير، تقدم إلى الأمام، نقلة على جهة اليمين لمصلحة نادي السترا أو لنادي العين عن طريق اللاعب أديس ياسيتش من جديد للاعب إسماعيل أوكوبوتي وإلى الأمام من حميد محمد، وعلى اليسار التقدم، التمرير، النقل على جهة اليمين، ولكن متابعة حاضرة من دفاعات نادي سترا، تؤمل عند حارس المرمى يوسف حبيب. كانت دليمة الخطير يتقدم ويحاول صحب أول الفرص وأول المحاولات. من هناك يشاهد حضور جماهير قليل، ولكن تواصل جماهير الدخول والتوافد إلى أرضية الملعب، وتستمر بالتوافد والدخول إلى مدرجات ملعب اللقاء لمؤازرة ممثل البحرين في هذه البطولة الخليجية. عودة إلى الأمام، تقدم أمامية، الكرة في وسط الملعب، نقل على الجهة اليمين، ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب الكوبي اللاعب كافافي. هذا هو اللاعب كوامي آتون القائد في هذه اللحظات. رمية جانبية لمصلحة فينيس إيمانويل على جهة اليمين، محاولة التقدم، تمريرة من هناك، لحظة الاستلام، ولكن متابعة من دفاعات نادي العين. عودة من جديد فينيس إيمانويل يتقدم، ولكن متابعة واستعادة في الكرة الماضية. عودة من جديد، عرضية، محاولة للرأسية، ولكن مرت الكرة من أمام الجميع وعادت لدفاعات العين عن طريق أديس من هناك يفتقدها وإلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات، رمية جانبية تحولت في هذه اللحظات لمصلحة نادي السترا. متابعة في وسط الميدان، نقلة من هناك، تدخل وصدام في وسط الملعب، صافرة وخطأ. حكم اللقاء يعلن عن وجود خطأ للاعب محمد عوض الله. هذه الكرة الماضية وهذا الصدام الذي حدث بين محمد عوض الله وأيضا اللاعب مايكون دوغلاس. ومن هناك المدرب علي عبد المجيد الذي تحدث أيضا في المؤتمر الصحفي، كانت له كلمة يوم أمس وقال: ندرك أهمية المباراة، كوننا نمثل الوطن والفريق جاهز بدنيا وفنيا، ونسعى لإعادته إلى وضعه الطبيعي. يتفائل نعم المدرب علي عبد المجيد، ويسعى للعودة
العودة بالفريق إلى الواجهة إلى المنافسة. كانت تجارب كثيرة للمدرب علي عبد المجيد كمساعد مدرب في أندية البسيتين والنهضة ومنتخب البحرين للشباب، الاتفاق السعودي، وأيضا نادي هجر ومنتخب الكويت. نعم عمل كمساعد للمدرب، ونادي الكويتي نعم عمل كمساعد للمدرب، وآخر فتراته عمل مدربا لنادي الشباب البحرين. قدم أداء جيد نعم مع فريق نادي الشباب، ارتقى بنادي الشباب في جدول الترتيب وفي منافسة شرسة مع أندية المقدمة البحرينية. والآن يتولى قيادة ثاني فريق كمدرب أول نعم نادي الشباب ونادي السترة. عودة للأمام، مدرب ينتظر مستقبل كبير بالتأكيد. عودة في وسط الميدان، واللاعب طبعا السابق لأندية المنامة لأندية الرفاع. كرة إلى الأمام إلى خارج أرضية الملعب، تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. كرة اللاعب عمران آدم، هذا الوضع أمامنا بالصورة. عودة من جديد، تمريرة إلى الأمام، خالد الحساني على الجهة اليمنى لياديس ياسيتش. عودة للخلف، أيضا نادي العين يسعى. طبعا آخر مباريات الفريقين في بطولة دوري أبطال الخليج. فريق نادي العين خسر أمام زاخو. من هناك تقدم إلى الأمام، تمريرة خطيرة على الجهة اليمين، ولكن متابعة والمطالبة بركلة جزاء. من هناك من جانب اللاعب مامين يانغ، طلق وانسل واندفع ودخل من هناك. وفي كرة ماضية نعم لا وجود لركلة جزاء، ولا يوجد أيضا نداء من جانب تقنية الفار. نعم نادي العين قادم من هزيمة أمام زاخو بهدف وحيد، في حين نادي السترة قادم من هزيمة أمام القادسية بثنائية مقابل هدف وحيد. عودة الكرة الماضية وتقدم نادي نيانغ ومحاولة التوغل، ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب الدفاع. سقوط للاعب جودا، من هناك البرازيلي جودا. 4 برازيليين في تشكيلة نادي السترة الأساسية، ماكون دوغلاس، جودا، وأيضا برونو، وأيضا كينيت داليما. كرة في وسط الملعب، في مخالفة من هناك يتحصل عليها فريق نادي سترة في وسط الملعب. تقدم إلى الأمام، محاولة المرور والوصول، إيمانويل فينيس، تمريرة وصلها على جهة اليمين. تقدم إلى الأمام، محاولة لا زالت قائمة حتى الآن عن طريق اللاعب علي ناصر يحاول علي والتمرير والاستلام. علي من هناك والفقدان للكرة واستعادة ومحاولة الاستعادة من جانب اللاعب ساركي يحاول في الكرة الماضية، ولكن لم يتمكن من استعادة الكرة. وعودة من جديد، تمرير إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع حتى الآن. محاولة عبد الواسع المطري والتمرير والمحاولة، علي ناصر يحاول علي والتصويب، ولكن دفاعات نادي العين تعترض، تتصدى، تتابع الكرة الماضية. عودة للأمام، تصطدم الكرة بالدفاعات والعودة للخلف وإلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية تحولت من جديد. أديس إبراهيم ندياي من جديد. عودة من جانب اللاعب اسماعيل أوكوبوتي وإلى حارس المرمى من هناك بضغط من جانب كينيت داليما. يتخلص من هذا الضغط حارس المرمى حسن محمد. سقوط من هناك للاعب خالد الحساني، سقوط في الكرة الماضية. المباراة الثالثة تقام في هذا اليوم في تمام الساعة 8. من هناك تصويب خارج أرضية الملعب، نعم، بين فريقي القادسية وزاخو. زاخو ممثل العراق في هذه البطولة، قادسية ممثل الكويت، أيضا في صراع مستمر
بين القادسية صاحب المركز الثالث ونادي زاخو صاحب المركز الأول في هذه البطولة وفي هذه المجموعة. يوم غدا إن شاء الله تعالى تستكمل منافسات هذه البطولة في مباراة واحدة. التضامن اليماني يستضيف نادي الريان في ختام منافسات هذه الجولة الخامسة التي ستنطلق الجولة بعدها 17 طبعا في 17 من هذا الشهر في يوم الثلاثاء. عودة ثلاثاء بعد القادم إن شاء الله تعالى، عودة على اليمين. والثلاثاء القادم نعم الثلاثاء القادم تصويبة من هناك عند حارس المرمى تصل في مأمن في هذه اللحظات. تصويبة في الكرة الماضية من جانب اللاعب محمد عوض الله، ولكن تصل سهلة عند حارس المرمى. كرة إلى الأمام ترسل في وسط الملعب، تمرير انطلاقة على اليسار، محاولة لا زالت قائمة حتى الآن، عملية الاستعادة، عملية التمرير، ولكن فقدان يأتي للكرة. عودة من جديد لدفاعات نادي العين التي أيضا هي في خطر حتى الآن. ما نشاهد في نادي سترة وما يميز نادي سترة هي الهجمات المرتدة القوية والخطيرة التي تشكل الخطورة على فريق نادي العين. في هذه اللحظات كرة من جديد في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار في أقصى اليسار لنادي العين، عودة وتمرير في وسط الميدان لإبراهيم نيدياي عن طريق آديس والتمرير، ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب اللاعب عمران آدم وأيضا عبد الواسع المطري الذي يراوغ. وفي الكرة الماضية تفتقدها دفاعات نادي سترة. وعودة على جهة اليمين، محاولة وبكل شطارة ومهارة محمد عوض الله يتحصل على ضربة ركنية من أمام اللاعب جودة، يتحصل على ضربة ركنية من هناك اللاعب محمد عوض الله في هذه اللحظات. ضربة ركنية كما هو واضح في الصورة على تنفيذها اللاعب إبراهيم نيدياي على تنفيذ هذه الضربة الركنية. مشاهدينا الكرام والمتابعين عبر قناة العراقية الرياضية في كل مكان، الضربة الركنية والمحاولة في هذه اللحظات، في هذه الدقائق ترسل عالية، محاولة بالراس وبعد من جانب الدفاع. عودة من جديد محاولة، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب من هناك عن طريق اللاعب علي ناصر. ومن هناك توجيهات المدرب ماتيو لومباردو المستمرة حتى الآن. كرة في وسط الملعب لفريق نادي سترة، تتابع من جانب الدفاع في هذه اللحظات. هذه الكرة الماضية ومحاولة اللاعب كيريد داليما البرازيلي، حاول في الكرة الماضية، ومتابعة من هناك جاءت من جانب فريق نادي سترة. حتى الآن كيريد داليما يسقط أرضا، حتى الآن يشكو من إصابة، يتألم في هذه اللحظات. عمران آدم يقف لتنفيذ هذه الكرة. عودة من هناك حتى الآن كينيد، نعم انطلقت واستئنفت أحداث المباراة، ولكن عودة من جديد. يعود حكم اللقاء عمر من هناك اليعقوبي لإيقاف المباراة مجددا. يبدو لي بأن كينيد داليما لا يستطيع نعم المتابعة في هذه اللحظات. عودة الفريق الطبي من هناك لإسعاف اللاعب وعدم إجراء تغيير مباشرة. لاعب مهم جدا، يحاول الفريق الطبي قدر المستطاع علاج اللاعب داليما وتحويل هذه الإصابة مقدرة، وعودة نعم ومنحه القدرة على إكمال
واستكمال اللقاء. عودة كينيت داليما من هناك البرازيلي، هذه الكرة الماضية التي تعرض على إثرها نعم لإصابة اللاعب ديليما. نعم مشاهدينا الكرام، ومن هناك المدرب ماتيو لومباردو، من هناك الإيطالي، وأيضا المدرب علي عبد المجيد الذي يتابع في هذه اللحظات. إذا استئناف اللعب يأتي من جانب حكم اللقاء عمر اليعقوبي، هذا هو اللاعب كوامي آتون قائد فريق نادي العين الذي يرتقي ويتواجد نعم في الخطوط المتقدمة ويحاول في هذه اللحظات. نعم كوامي آتون قادم من نادي آخر، فكان أيضا منذ موسم 2021-22، وهذا الموسم الرابع عقد يمتد حتى يونيو 2028. نعم أبرمه هذا اللاعب في صفوف نادي العين، يعول عليه المدرب لومباردو، أيضا المدرب السابق فلاديمير أفيتش المدرب الصربي. في وسط الملعب إلى الأمام عن طريق اسماعيل أوكوبوتي، على اليمين نقلها ووصلها ساركي يحاول، ساركي إلى الأمام، ساركي والتمرير، ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب علي ناصر الذي يمرر، وإلى الأمام يحاول، وإلى الأمام من هناك يتقدم اللاعب برونو من هناك طالت الكرة وتحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية لدفاعات نادي السترة. هذا هو اللاعب حميد محمد وأيضا محمد عوض الله. عمران آدم، رمية جانبية تلعب إلى الأمام، متابعة حاضرة من جانب أديس في وسط الميدان. حتى الآن الصراع مستمر. أيضا برونو من هناك يحاول التقدم والضغط من جانب ريان الفورجي. الريان يحاول في الكرة الماضية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. فينيس إيمانويل القائد من هناك يحاول في صراع وصدام بينه وبين مامين يانج. عودة للأمام لمصلحة إسماعيل أوكوبوتي. إسماعيل تمرير ليوسيتش إلى الأمام، يمرر على جهة اليمين، محاولة ساركي يحاول يمرر من هناك من أمام اللاعب إبراهيم ندياي، ولكن دفاعات نادي السترة وعملية استعادة الكرة في اللقطة الماضية. وعودة إلى الأمام وصافرة من هناك، وخطأ انذار شفوي وتحذير من جانب عمر اليعقوبي على اللاعب إسماعيل أوكوبوتي الذي يرتكب هذا الخطأ. عملية السحب في الكرة الماضية. عودة في وسط الملعب، استئناف من جانب اللاعب مايكون دوغلاس، الجميع يعرف ماذا يذكرنا هذا الاسم. نعم مايكل دوغلاس لاعب المنتخب البرازيلي السابق ونادي انتر ميلانو ونادي روما. نعم مايكل دوغلاس من الأسماء الكبيرة التي مثلت نادي انتر ميلانو وتوجت بالرباعية التاريخية مع نيراتزوري. نعم في موسم 2009-2010 خاصة نعم بقيادة السبيشال وان جوزيب مورينيو. نعم وبطولة دوري الأبطال وذكريات مع الظهير الأيسر الرائع مايكل دوغلاس. لدينا اليوم أيضا مايكل دوغلاس في صفوف نادي السترة البحريني. كرة في وسط الملعب، إيمانويل، عودة عن طريق اللاعب كفافي الكوبي، ومرر باتجاه إيمانويل مجددا في وسط الميدان. نصف ساعة مشاهدينا الكرام والمتابعين عبر قناة العراقية الرياضية. نعم نصف ساعة مرت وانقضت على افتتاح الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال الخليج. وفي اللقاء بين السترة والعين، كرة على اليسار، محاولة واستعادة وسقوط في وقت غير مناسب من جانب عبد الواسع المطري، ولكن يستعيدها، يقاتل، يحاول، وصافرة تأتي من حكم المباراة تشير لوجود مخالفة للاعب ساركي ريلو آنو في الكرة الماضية. تدخل من جانب عمران آدم في هذه اللحظات. يعاين، يتابع من هناك لاعب كوامي آتون،
محاولة عبد الواسع والسقوط من جانب عبد الواسع. لاعب سريع جدا خاصة عندما استحوذ على الكرة وفي المساحات الضيقة وفي المراوغات، وعندما تشتبك أقدام اللاعبين نعم تجد هذا اللاعب في الصراعات الفردية ينجح ويفلح ويتمكن من التغلب على المدافعين. عودة من جديد في وسط الملعب لمصلحة اللاعب إسماعيل أوكوبوتي من جديد لنادي العين. أديس يحاول، أديس والعودة، أوكوبوتي من جديد، محاولة إلى الأمام، نقلت ومرت لمصلحة نادي العين، تغيير بالطرف الأيسر على الجهة اليسرى، تحولت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي سترا في هذه اللحظات. فينيست إيمانويل إلى الخلف لدفاعات نادي سترا من جديد، تقدم إلى الأمام لمصلحة اللاعب مايكون دوغلاس. مايكون في أقصى اليسار، محاولة ولكن متابعة من جانب إسماعيل أوكوبوتي، عودة من جانب آديس من جديد إلى الأمام لمحمد عوض الله، لم تصل الكرة، متابعة من جانب آدم عمران، كرة في وسط الملعب، محاولة استعادة الكرة من جانب برونو ولكن قطعت. عبد الواسع المطري على اليسار لعمران آدم، عمران في وسط الملعب، عمران من هناك في هذه اللحظات، عودة من جديد إلى الخلف، متابعة حاضرة من جانب مايكون دوغلاس ليوسف حبيب. مايكون من جديد، مايكون يتقدم، يحاول الحفاظ على الكرة الماضية، تمريرة على اليسار، تقدم وتمريرة خاطئة وتمريرة على اليمين، تقدم إلى الأمام، خطيرة الكرة والدخول ولكن استعادة من جانب اللاعب جودة للكرة الماضية. ماذا يقول عمر اليعقوبي وماذا قال الفار بقيادة رائد الزهراني؟ نعم، ضربة مرمى للحارس يوسف حبيب، ضربة مرمى لفريق نادي سترا البحريني في هذه اللحظات، يتحصل عليها الفريق البحريني في هذه الدقائق. المدرب الإيطالي من هناك ماتيو لومبارد من هناك يتابع لعب لنادي انتر ميلانو في موسم 2003-2004، كانت له تجربة كبيرة مع نيراتزوري كلاعب ولكن كمدرب هناك في الملاعب البرازيلية مع نادي ليجنانو، وأيضا في الملاعب الإيطالية. محاولة على اليسار، تقدم إلى الأمام، خطيرة على اليسار، لا زالت الكرة حتى الآن لمصلحة نادي العين. عودة إلى الأمام من جديد لفريق نادي العين عن طريق اللاعب إسماعيل أوكوبوتي إلى الأمام، تقدم، نقلة، تمرير، استلام ولكن فقدان للكرة. عودة من جديد، تقدم إلى الأمام في وسط الميدان عن طريق اللاعب محمد عوض الله. محمد عوض الله يحاول يمرر لآديس ولكن عرضية آديس وجدت المتابعة الدفاعية من جانب دفاعات نادي سترا. 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. سادتي الكرام والمتابعين، نادي العين لم يتعادل حتى الآن في هذه البطولة، نادي سترا تعادلين في هذه البطولة وتعادلين سلبيين أمام نادي زاخو في الجولة الثانية هنا في هذا الملعب، الجولة الثالثة أيضا في هذا الملعب أمام نادي القادسية الكويتي. كرة إلى الأمام، تقدم لمصلحة لاعب إسماعيل كواكي لآديس والتمرير، محمد عوض الله يحاول، محمد إلى الأمام، محمد عوض الله محاولة العرضية ولكن متابعة من هناك وتغطية مستمرة لدفاعات نادي سترا أمام مد هجومي
طامح لفريق نادي العين، طامح لتسجيل هدف المباراة الأول. عودة من جديد، عودة من جديد. حميد محمد إلى الأمام، محاولة إلى الأمام، تقدم، قطع للكرة واستعادة، وفي وسط الملعب التقدم والتحويل على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام. كينيد داليما، ينطلق كينيد، ولكن من هناك استقبال والسقوط. بطاقة صفراء هي الأولى في هذا اللقاء للاعب خالد الحساني، يتحصل على بطاقة صفراء في هذه اللحظات. سادة المشاهدين، بطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة، على الرغم من حدوث الكثير من الصدامات بين اللاعبين والكثير من عمليات الإعاقة والعرقلة التي شاهدناها في هذا اللقاء، ولكن لم تشهر البطاقة الصفراء. ولكن الآن البطاقة تشهر، الآن البطاقة، نعم مشاهدينا الكرام، ترفع من جانب حكم المباراة عمر اليعقوبي على اللاعب خالد الحساني. سقوط لكينيد داليما وخطأ لمصلحة نادي سترة. عبد الواسع المطري هو الذي يقف على تنفيذ هذه المخالفة. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، والبحث عن هدف المباراة الأول الذي طال انتظاره من جانب الفريقين. من هناك يتركها لداليما، تمريرة، استلام، محاولة، تقدم إلى الأمام، تلعب الكرة في اللحظات التي يشاهد بها حكم المباراة يقوم بتوجيه وتحذير خط الدفاع فريق نادي العين واللاعبين أيضا للحدوث وللتسبب بأخطاء. تمريرة من حارس المرمى بعيدة كانت من جانب حسن محمد، بعيدة من جانب الحارس حسن محمد، بعيدة على اللاعب أوديس ياسيتيتش. الكرة الماضية يفكر علي عبد المجيد في المباراة الأولى لهذا الرجل في بطولة دوري أبطال الخليج. تاريخيا هي الأولى، لم يلعب بهذه البطولة حتى كلاعب، لم يسبق له تمثيل. نعم، أحد الأندية التي أدارها كمدرب ولعب معها كلاعب، لم يسبق له وأن خاض منافسات هذه البطولة. نتحدث عن المدرب علي عبد المجيد. عودة في وسط الملعب لمامين يانغ من جديد. الكرة تلعب إلى الأمام، نقلت على اليسار، محاولة التقدم، عودة إلى الخلف في وسط الميدان، نقلت، لعبت على اليسار، وصلت لمصلحة نادي العين، لنادي العين. تمرير في وسط الميدان، يبحث الفريق الإماراتي عن الهدف الأول. تقدم إلى الأمام، كوامي نقلها، مررها، وصلت عند مامين يانغ، تمرير، وصلت، قطعت، عودة لا زالت حتى الآن قائمة، حتى الآن متواجدة بحوزة حميد محمد والبقية من عناصر فريق نادي العين. تقدم مستمر حتى الآن بنقل الكرات، ببحث مستمر عن هدف المباراة الأول، ولكن تمريرة خاطئة وتعود، نعم تعود لعناصر نادي العين. تمريرة على اليمين لأوديس ياسيتيتش، تمريرة على اليمين، محاولة لا زالت قائمة حتى الآن، عرضية، متابعة، الله على تصويبة ومتابعة برأسية على دفاعات نادي سترة، كانت خطيرة من جانب اللاعب ساركي أو حميد محمد. نعم، العرضية بدأت من هناك وبتصويبة قوية كانت بعيدة، ولكن تابع وحاول بها اللاعب حميد محمد بضربة رأسية، ولكن تمر بسلام وتعود من جديد لمصلحة نادي العين. لسترة في وسط الملعب، متابعة إلى الأمام، نقلت على اليمين، مراوغة لا زالت قائمة حتى الآن، نقلت ومتابعة حاضرة في هذه اللحظات. تقدم إلى الأمام جانب عناصر نادي سترة لريان الفورجي. ريان، تمرير على اليمين لداليما، يحاول داليما على اليمين، داليما والتمرير، داليما لا زالت قائمة حتى الآن، وصدام حاضر في الكرة الماضية، صدام حاضر
في الكرة الماضية. يبدو لي بأن هناك خطأ في هذه اللحظات. الكرة الماضية والصدام الحاصل وسقوط اللاعب ريان الفورجي. يسقط ريان في هذه اللحظات، يسقط ريان في هذه الدقائق. نعم مشاهدينا الكرام، لاعب السعودي ريان الفورجي قادم من نادي المزاحمية، مثل أندية التعاون والشباب، وكانت له تجربة أيضا في الملاعب الإماراتية مع نادي خرفكان الإماراتي تحت 23 عام. 22 سنة للاعب ريان. وهذا هو أيضا إيمانويل فينيست قادم من نادي الخالدية، تجارب حافلة في الملاعب طبعا البحرينية مع كبار الكرة البحرينية، الخالدية، الرفاع والنجمة. كرة ثابتة على جهة اليمين، خطيرة على مرمى فريق نادي العين، ترسل كرة خطيرة بالراس ولكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب بمتابعة من دفاعات نادي العين. دفاعات العين وتدخل أمام هذه المحاولة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى ضربة ركنية لعبد الواسع المطري. حتى الضربات الركنية عبد الواسع نشاهد رفقة دليمة ومن بتنفيذ الكرة. دليمة الآن يترك للاعب عبد الواسع المطري، بينما عمر اليعقوبي يحاول فك الاشتباك اللفظي بين اللاعبين. يتدخل ويحذر اللاعبين ويقوم بتهدئة اللاعبين أيضا في هذه اللحظات. الضربة الركنية والضوء الأخضر لتنفيذ هذه الكرة الثابتة الركنية التي يحاول بها فريق نادي السترة، ولكن دفاعات نادي العين ترفض. نعم، وتبعد الكرة الماضية. عودة من جديد لعبد الواسع، تمريرة في وسط الملعب عن طريق جودة على اليسار، يحاول جودة ولكن دفاعات نادي العين والمتابعة للكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. الرمية جانبية في هذه اللحظات. الرمية جانبية من جديد، محاولة متابعة على اليسار، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تمريرة خاطئة. من هناك يخطأ بتقدير الكرة الماضية عمران آدم. علي مجيد حتى الآن في صمود وفوارق كبيرة بين أداء الفريق نعم البحريني عن الأداء الذي ظهر فيه في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين. عودة في وسط الملعب، تمرير لعمران آدم لماكون دوغلاس من جديد لعمران آدم في وسط الملعب، عودة للأمام، محاولة التقدم أمامية، الكرة في وسط الميدان طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ونحن نعيش في الدقائق والثواني الأخيرة سادة المشاهدين والمتابعين لقناة العراقية الرياضية. التعادل السلبي حتى الآن يغيم على أحداث مباراة سترة البحرين وضيفه العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال الخليج. تعادل أيضا هناك السلبي يغيم على أحداث لقاء النهضة العماني والشباب السعودي في وسط الملعب. من هناك دقيقتين كوقت محتسب بدلا للضائع مشاهدينا الكرام والمتابعين. عمران آدم يفكر علي مجيد كيف سيتصرف، كيف السبيل لتحقيق الانتصار الأول، كيف السبيل الوصول إلى مرمى المنافس، كيف السبيل نعم إلى مرمى فريق نادي العين. عمر اليعقوبي والحديث مع
اللاعب عمران آدم ما يخص الكرة الماضية. هذا هو التدخل والعودة من جديد للاعب أديس ياسيتيتش. ياسيتيتش إلى الأمام، تلعب في وسط الملعب، تمريرة على الجهة اليمين، نقلة لياسيتيتش، تمرير أمامية، متابعة من جانب الدفاع، عودة من هناك، عرضية رأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت، نعم، كان بالإمكان أكثر بكثير مما كان، بمحاولة من جانب عناصر نادي العين، وصلوا إلى المرمى ولكن رأسية لم يتعامل معها بجدية أكبر، لم يتعامل معها، نعم، بأفضلية. ضربة مرمى ليوسف حبيب. يوسف حبيب، غابت الفرص الخطيرة على مرمى الفريقين. هناك محاولات ولكن لم تكن بمحاولات الخطيرة والحقيقية التي تهدد مرمى الفريقين. كرة في وسط الملعب، من هناك عن طريق اللاعب علي ناصر. علي ناصر على اليسار، نقل باتجاه عبد الواسع المطري. عبد الواسع إلى الأمام، يحاول التقدم عبد الواسع ولكن أسيتيتش يتابع الكرة الماضية إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي سترة. وصلت محاولة، علي ناصر، عرضية، متابعة من جانب الدفاع ومعها صافرة حكم اللقاء. مشاهدينا الكرام، تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بعد الاستراحة الحسم يتأجل إلى شوط المباراة الثاني. دمتم بخير والسلام عليكم.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هذه عودة لكم لمتابعة مجريات شوط المباراة الثاني من لقاء سترة البحرين والعين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال الخليج، وهنا في ملعب مدينة خليفة الرياضية. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي مع محاولات قليلة جدا وهدوء وتحفظ هو واضح. نعم، موقف الفريقين في البطولة فرض على المباراة التحفظ وأيضا الرتم الهادئ والبطيء. أيضا مباراة مهمة للفريقين بالتأكيد. نادي العين لضمان التأهل، نادي العين للارتقاء أكثر وتضييق الخناق على زاخو العراقي، بينما نادي سترة يسعى لتحقيق انتصاره الأول والارتقاء نعم في جدول الترتيب. نعم، أمام مباراتين، مباراة هذه والمباراة القادمة سينزل ضيفا على نادي زاخو في مباراة صعبة جدا أمام المتصدر وفي العراق. البطولة في ملعب زاخو، الملعب الصعب جدا على المنافسين. تمريرة أولى، محاولة أولى لمصلحة نادي سترة. تمريرة في أقصى اليمين تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى على تنفيذها لاعب ماكون دوغلاس، بينما علي عبد المجيد بماذا تحدث، بماذا أمر لاعبيه، بماذا أمر عناصر فريق نادي سترة في الاستراحة في غرفة تغيير الملابس. أي تكتيك وأي توجيهات قدمت من جانب المدرب علي عبد المجيد في الاستراحة التي سبقت انطلاقة شوط المباراة الأول أو الثاني. عودة إيمانويل فينيست، تمريرة على اللاعب ديليما ممتازة، تمريرة من جديد إلى الأمام، يحاول من هناك التسديدة، يا الله، تسديدة قوية وخطيرة لعلها أخطر وأبرز الكرات في هذه المباراة عن طريق اللاعب والقائد مايكون أو فينيس إيمانويل. يحاول قائد الفريق البحريني من هناك، فريق نادي سترة البحريني يتقدم بتصويبة قوية ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر. عودة من جديد، إذن أول المحاولات، أبرز المحاولات حتى الآن. نعم، فريق نادي سترة يبدأ شوط المباراة الثاني بمحاولة خطيرة على مرمى العين. استعادة من جانب كوامي آتون، عودة من جانب القائد، عودة إلى الخلف من جديد، وصلت للاعب حميد محمد أو إسماعيل أوكوبوت على اليمين. في وسط الميدان تقدم على اليسار عن طريق اللاعب خالد الحساني، خالد وتمرير عن طريق ساركي، العرضية متابعة من جانب الدفاع. عودة من جديد لعناصر نادي سترة، لعمران آدم، عبد الواسع المطري، أبرز وأخطر عناصر نادي سترة على فريق العين. لاعب عبد الواسع المطري، لاعب اليماني قادم من نادي النهضة العماني، ومثل أيضا من قبل نادي النصر في سلطنة عمان، نادي الدبل حصن الإماراتي. كرة إلى الأمام أيضا، سقوط من هناك ومخالفة، خطأ على لاعب محمد عوض الله، يرتكب خطأ بعرقلة وإسقاط للاعب ريان الفورج. جودة في وسط الملعب على تنفيذ هذه المخالفة. نادي العين سيعود إلى الإمارات لخوض لقاء في الدوري أمام النصر يوم السبت القادم. بعدها يستضيف نادي القادسية في 18 من فبراير في ختام الجولة السادسة والأخيرة. نعم، وفي ختام الدور الأول دور المجموعات من هذه البطولة، في مباراة صعبة جدا على الفريقين لحسم التأهل والظفر بالمركز الثاني أو الأول إذا حقق وتغيرت نعم الأرقام والمعطيات في لقاءات اليوم في القادسية وزاخو في تمام الساعة 8 عبر قناة العراقية الرياضية. وأيضا في هذا اللقاء حتى الجولة الأخيرة
نعم سيستمر وتستمر محاولات الحسم والبحث عن التأهل وعن بطاقة التأهل. وعودة في وسط الميدان، عودة على اليسار، ريان الفورجي، عرضية لا زالت قائمة حتى الآن عن طريق ساركي. ساركي يسقط من هناك، استعادة وقطع من جانب اللاعبة كانت داليما وإلى الأمام تحولت إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية حتى الآن. نعم الحيرة والتحفظ والتوجيهات المستمرة والشعور بالخطر، هذه طبعا الملامح التي شاهدناها على محيا المدربين علي مجيد مدرب نادي سترا والمدرب ماتيو لومباردو المدرب الإيطالي مدرب نادي العين. كرة في وسط الملعب، تشتيت في وسط الميدان، وصلت نادي العين يحاول يطمح يبحث، كرة إلى الأمام في وسط الميدان، تقدم أمامية، الكرة وصلت على اليسار، عملية الاستلام، التقدم، عبد الواسع، المطر يحاول، المطر يمرر، محاولات لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة، لا زالت متواجدة، من هناك العرضية والتصويبة، وبكلتا الحالتين تحولت إلى ضربة مرمى لحسن محمد. حسن محمد، محاولة من جانب اللاعب كانت داليما في اللقطة الماضية، عودة من جديد لنادي العين، عرضية، محاولة بالراس تتخلص من جانب لاعب كفافي، الكوبي من هناك، عودة من جديد، تمريرة في وسط الملعب، عملية الاستلام من جانب اللاعب الرائع علي ناصر والتمرير لجودة بعد ذلك لمواطنة داليما وجودة، وانطلاقة برازيلية ثنائية على اليمين، محاولة القطع والاستعادة للكرة الماضية من جانب دفاعات نادي العين، ولكن محاولات نادي السترة ونقل الكرات المستمرة، نقل الكرات نعم والمحاولات حتى الآن القائمة الحاضرة، التقدم، العرضية، ولكن عند حارس المرمى وصلت سهلة عند حسن محمد. سهلة نعم، كرة اللاعب عمران آدم، عرضية عمران آدم، محاولة عمران، وصلت سهلة عند حارس المرمى في هذه اللحظات. نادي سترا سينزل ضيفا على زاخو في المباراة القادمة، لكن على المستوى المحلي مباراة الفريقين القادمة عم كرة إلى الأمام، حاول نادي العين سيواجه النصر يوم السبت القادم، بينما نادي السترا نعم سيبقى في البحرين يواجه أو ينزل ضيفا على النجمة السبت القادم، بعدها سيواجه نادي زاخو في العراق في 18 من فبراير في يوم الأربعاء بعد القادم. ترقب من هناك لكرة ثابتة لخطر للفريق الإماراتي في هذه اللحظات، مع توجيهات للمدرب، متابعة للمدرب، يقف على تنفيذها آديس ياسيتش على تنفيذ هذه الكرة. إدياس ياسيتش قادم من نادي ويلفس برجر النمساوي، والفريق الذي مثل في طبعا مسيرته من فئة الشباب وحتى الفريق الأول، حتى انتقل لصفوف نادي العين في انتقالات وتحضيرات الموسم الحالي. من هنا كرة ثابتة، تصويبه خطيرة جدا من أدياس ياسيتش، يصوب النمساوي بتصويبة قوية جدا، ولكن وجدت متابعة من جانب يوسف حبيب مع محاولة وفرصة خطيرة، هي الأولى لنادي العين طوال هذه المباراة، طوال دقائق المباراة، حاول ووصل حتى الآن نعم بمحاولات مستمرة، عرضية من هناك تصل على الطرف الأيسر، وصلت على الجهة اليسرى، تضييق من جانب داريما مع الصراع بين وبين اللاعب من هناك والقائد كوامي آتو. عودة لمصلحة اللاعب فينيس إيمانويل
رمية جانبية لفينيست، يبحث عن زملاء، يبحث عن تمركز للزملاء. كرة في وسط الملعب لعبت إلى الأمام، محاولة متابعة حاضرة من جانب الدفاع. عودة لمصلحة اللاعب كوامي آتون في وسط الميدان. بدأ يصل نادي العين، حاول في كرة ثابتة خطيرة جدا، ولكن يوسف حبيب تصدى لهذه الكرة التي دائما ما تكون مزعجة. هكذا كرات عندما تلامس الأرض، وعندما طبعا تكون بين الملامسة للأرض وبين المرمى وبين أيضا قفازات الحارس، طبعا دائما ما تكون صعبة وخطيرة على حراس المرمى، ولكن كان لها يوسف حبيب وتصدى وأبقى النتيجة على حالها، وعاد بالأمور إلى نصابها. نعم مشاهدينا الكرام، في محاولة وسقوط سلسلة نعم من توقفات المباراة بسبب إصابة اللاعب كانت داليما. نعم يصاب داليما من جديد، كثيرا تعرض للإصابة في هذه المباراة عدة مرات، سقط أرضا. يبدو لي بأن المدرب علي عبد المجيد سيقوم باستبداله في هذه اللحظات. هناك بديل قادم بكاي واد الموريتاني. بكاي واد سيشارك في هذه اللحظات، ولكن بديلا لمن شاهدنا تلقيها للتوجيهات والتعليمات من المدرب علي عبد المجيد. من سيكون البديل؟ سنشاهد، سنتابع. حتى الآن مشاهدينا الكرام كانت داليما حتى الآن ساقط على الأرض، يشكو ويتأثر بهذه الإصابة. بديلا للاعب كينيت داليما، كما توقعنا بأن كينيت داليما لا يستطيع المتابعة، لا يستطيع استكمال المباراة، لا يمكنه إكمال المباراة. هذه المواجهة الصعبة والمهمة تحتاج لهكذا لاعبين، ولكن أيضا بيكاي واد صاحب ال5 أهداف في بطولة الدوري، أيضا لاعب هداف، لاعب جيد، سيشارك في هذه اللحظات بديلا للاعب كينيت داليما الذي يغادر بواسطة النقالة، يتمكن من إكمال المباراة. ومشاركة للموريتاني صاحب ال5 أهداف في بطولة الدوري اللاعب بيكاي واد. حكم اللقاء من هناك عمر اليعقوبي، واستكمال للمنافسات. إذا من هناك نعم مشاهدينا الكرام انتظر استئناف أحداث المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى. سجل العين إبراهيم جمال طبعا لاعب نادي سترة بخطأ في مرماه، ثم يوسف سليمان وحسين رحيمي واللاعب ساركي. نعم ساركي سجل في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين، وسجل لنادي سترة اللاعب الكوبي كفاف. عودة للخلف عند كوامي آتون، كوامي إلى الأمام، تمريرة ونقلة من هناك على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام عن طريق إسماعيل أوكوبوتي، تمرير في وسط الميدان، محاولة وتمرير من هناك في أقصى اليسار، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. نعم نصف ساعة على نهاية الوقت الأصلي مباريات العين. كانت المباراة الأولى بانتصار 4-1، في الجولة الثانية الانتصار على القادسية، طبعا الأولى على سترة 4-1، الجولة الثانية الانتصار بهدف يوسف سليمان على حساب القادسية، بعدها الخسارة 2-0 من زاخو، والخسارة الثانية على التوالي من زاخو أيضا. وفي الملاعب الإماراتية نعم في استاد هزاع بن زايد أيضا بهدف وحيد أمام نادي زاخو. إذن هزيمتين لنادي العين،
حتى الآن على التوالي يفتش عن الانتصار الأول، يفتش عن الانتصار الثالث في المباراة في هذه البطولة، والأول منذ مباراتين. عودة من جديد، تعود الكرة إلى الأمام، نقلة على الجهة اليسار، تقدم إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام، يحاول ينطلق محمد عوض الله، يحاول المرور ولكن من هناك بيكاي استعادها وقطعها، وعودة من جديد وصافرة وخطأ. نعم في كرة خطيرة. نعم مشاهدينا الكرام، مخالفة على اللاعب من هناك ريان الفورجي، والذي تسبب بالمخالفة. نعم المخالفة لنادي العين وليس لفريق نادي سترة. هذه الكرة الماضية نعم إصابة للاعب خالد الحساني، ومخالفة في مكان خطير، مخالفة وكرة ثابتة. نعم كرة ثابتة في مكان خطير يطمح من خلالها نادي العين. هو سجل خطورة في كرة ثابتة تحصل عليها اللاعب إدياس. الآن يعود إدياس وفي مكان أقرب وأخطر على مرمى فريق نادي سترة البحريني في كرة ثابتة. يسعى مايكون دوغلاس وأيضا كفافي والحاط البشري، نعم المتمثل ب5 لاعبين، والخامس تحسبا لتنفيذ أرضي للكرة الثابتة. كرة ثابتة، دياس على التنفيذ، يبحث النمساوي في كرة ثابتة، في كرة خطيرة، في كرة نعم يسعى من خلالها نادي العين للوصول إلى مرمى المنافس لتسجيل الهدف الأول. دياس من هناك تصويبة ولكن في الدفاع، وإصابة من هناك، إصابة يتعرض لها اللاعب برونو، يتعرض لإصابة، ضربة قوية من جانب دياس تصطدم بوجه اللاعب برونو الذي يسقط أرضا في هذه اللحظات. تصويبة قوية كانت وبرونو يسقط في الكرة الماضية. عودة من جديد لمصلحة عناصر فريق نادي سترة، لحارس المرمى من هناك يوسف حبيب إلى الأمام. فريق نادي العين يريد العودة، الملقب بالزعيم، زعيم الكرة الإماراتية، نعم يريد العودة للتتويج من جديد في البطولات المحلية. بطولة الدوري 14 مرة برقم قياسي، بطولة كأس الرئيس 7 مرات، السوبر 5 مرات، وكأس الاتحاد 3 مرات. آخر ألقاب فريق نادي العين في البطولات المحلية كان بطولة الدوري 2022، ولكن على المستوى القاري بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، البطولة التي توج بها مرتين تاريخيا. على اليمين محاولة ولكن تحولت الكرة إلى الخارج بمتابعة من جانب كوامي آتون في الكرة الماضية، نقلها وأبعدها. كرة ثابتة من هناك، ضربة ركنية لبيكاي واد، بيكاي يرسلها عالية، محاولة بالراس ولكن سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى حسن محمد. كرة تعود من جديد، عودة إلى الأمام عن طريق إدياس والتمرير في وسط الملعب. إدياس من جديد، نقلة إلى الأمام في وسط الميدان، تبعد من جانب الدفاع، عودة من جانب علي ناصر من جديد، التسليم والاستلام، علي ناصر إلى الأمام، وصلها لبيكاي واد ولكن متابعة حاضرة من جانب محمد عوض الله، وهناك سقوط والصدام في وسط الميدان بين لاعب مامين يونغ وبين من سقط من عناصر ولاعب فريق نادي سترة في هذه اللحظات. بطاقة صفراء على اللاعب مامين يونغ تحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. النجم السنغالي
20 سنة لهذا اللاعب، واعد في عالم الكرة الأفريقية. السقوط كان للاعب ريان الفورجي. وحتى الآن حكم المباراة من هناك يقوم بتهدئة اللعب. هناك تغييرين بدفعة واحدة لفريق نادي العين. من سيغادر؟ من سوف يتم استبداله في هذه اللحظات برؤية المدرب لومباردو؟ لاعب النيجيري جوشو أودو بديلا للاعب حميد محمد. يغادر حميد محمد في هذه اللحظات في أول تغيير يجريه المدرب لومباردو، المدرب الإيطالي في هذه اللحظات لفريق نادي العين. أول التغييرات بأنه طبعا مزعوج جدا. ويغادر اللاعب النيجيري ساركي ويشارك لاعب وارين هويسوي يشارك في ثاني تغييرات المدرب لومباردو بتغييرين يرجيهما المدرب الإيطالي للتعديل نعم وللتغيير في واقع النتيجة. عودة في وسط الملعب، تمرير، هذا ما لاحظناه التحفظ الكبير حتى على مستوى تغيير اللاعبين. فريق نادي سترة فقط تغيير واحد وكان اضطراريا بعد إصابة اللاعب كيريت داليما الذي تعرض كثيرا للإصابات وتوقف وسقط أكثر من مرة على أرضية الملعب. عودة من جديد، نقلة على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام، نقلة في وسط الميدان عن طريق عناصر نادي العين لمصلحة خالد الحساني. تمرير ولعب لرمية التماس الجانبية لكوامي أتون. إكماوي والتمرير بأول لمسات جوشو أودو النيجيري القادم، وأيضا أول لمسات البنيني اللاعب وارين هويسوي الذي يمرر ويتقدم إلى الأمام بمحاولة على جهة اليمين لمصلحة نادي العين في وسط الملعب. تقدم ومحاولة تمريرة في أقصى اليسار، محاولة ولكن إيمانويل فينيست أبعدها وتابعها في اللقطة الماضية. عودة من جديد صافرة وخطأ أو لا وجود لخطأ، متابعة يطلب متابعة اللعب حكم المباراة عمر اليعقوبي حكم العماني. عودة في وسط الميدان من جديد، رغبة أكبر لدى فريق نادي العين الوصول إلى مرمى نادي السترة في شوط المباراة الثاني مع حيازة مستمرة، مع حيازة أكبر للكرة. عودة من جديد عن طريق اللاعب إبراهيم إسماعيل أوكوبوتي، وعودة في وسط الميدان من جديد لأوكوبوتي عن طريق اللاعب كوامي أتون. كوامي إلى الأمام، تمريرة لعبت في وسط الملعب من جديد عن طريق اللاعب جوش أودو ولإسماعيل أوكوبوتي، وأودو نقلات في وسط الملعب. حتى الآن يفتش لاعب فريق نادي العين عن السبيل المؤدي إلى مرمى الحارس يوسف حبيب بعرضية خطيرة، ولكن حارس المرمى يوسف من هناك نعم يلتقط الكرة الماضية والمحاولات المستمرة. وحتى الآن يتابع علي مجيد، ينظر علي عبد المجيد من هناك. إجراء تغيير عاجل في هذه المباراة يغير ويجعل الفريق يتقدم إلى الأمام. كرة في وسط الملعب، آخر فرصتين هذه المباراتين آخر فرصتين لفريق نادي سترة. نعم هذه المباراة والمباراة القادمة أمام نادي زاخو. كرة على اليسار، التمرير في وسط الملعب، نقلة من جديد، عملية الاستلام، تقدم إلى الأمام على اليسار عن طريق اللاعب خالد الحساني. خالد إلى الأمام يحاول خالد والعرضية ولكن تبعد من جانب الدفاع. عودة إلى الأمام من جانب عبد الواسع المطري، والتسليم والاستلام ومتابعة للكرة الماضية.
حتى الآن في كرة الرائع عبد الواسع المطري، رائع جدا هذا اللاعب في كيفية إيجاد الحلول والمراوغة والمرور. 31 سنة، خبرة جيدة لهذا اللاعب في الملاعب العمانية، في الملاعب الإماراتية، والآن تجربة اللاعب تستقر. نعم، ومحطة اللاعب الاحترافية تستقر في الملاعب البحرينية. نعم، مع البحارة، بهكذا لقب يلقبون نادي السترة الذي تأسس في 57. نعم، عام 1957 في مدينة السترة. نعم، الغنية بالموارد، نعم، الطبيعية. عودة من هناك عند دفاعات نادي السترة من جديد. استلام أو لدفاعات العين أمام الهجوم الأحمر العاتي الباحث والمتعطش لتحقيق الانتصار، كيف لا؟ وهذا الأسلوب والأداء الذي يقدم نادي العين بالتأكيد يعكس ما تحدث به المدرب علي عبد المجيد في المؤتمر الصحفي. تحدث وذكر نعم رفقة اللاعب علي ناصر، أيضا علي ناصر الذي ظهر في المؤتمر الصحفي يوم أمس وقال بأننا عملنا بجد في الفترة الماضية وحان الوقت لترجمة هذا التحضير الممتاز إلى أداء ونتائج في الملعب، وسنثبت للجميع أننا في نمط تصاعدي ونقدم أفضل صورة ونعمل لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي. كان كلمة للمدرب علي عبد المجيد الذي قال أن التركيز سيكون حاضرا منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية لتبقى حظوظنا إلى آخر جولة، وهذا ما شاهدناه حتى الآن. صراحة فريق نادي سترة تركيز عالي جدا على مستوى خط الدفاع، على مستوى نقل الكرات، حتى على مستوى ارتكاب الأخطاء. حذر كبير من عناصر فريق نادي سترة، بطاقتين صفراء شاهدنا في المباراة، وكانت لعناصر فريق نادي العين. لم يتحصل لاعب فريق نادي سترة على البطاقات الصفراء، ارتكبوا الأخطاء ولكن أخطاء طفيفة وقليلة. عودة إلى الأمام من جديد على اليسار، نقلت عملية الاستلام، المحاولة لفريق نادي العين على اليسار عن طريق اللاعب إبراهيم نيدياي عن طريق جوشو أودو. محاولة لا زالت قائمة عن طريق اللاعب خالد الحساني. بعد ذلك وصلت للاعب إسماعيل أوكوبوتي على اليمين. أدياس يحاول النمساوي يتقدم من أمام عبد الواسع، يتفوق عبد الواسع المطري بالخبرة. نعم، ومن هناك صراع أيضا نفس الستايل، وأيضا على مستوى طول القامة لدى أدياس لاعب العين ولاعب نادي السترة اللاعب المتميز عبد الواسع المطري. عودة للأمام، سلام في وسط الملعب، عودة إلى الخلف، عودة من جديد، نقلة لم تصل الكرة، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، عودة إلى الخلف. خالد الحساني، خالد ينتظر، تحصل على بطاقة صفراء خالد الحساني. احتكاكات كثيرة قام بها هذا اللاعب، لاعب جيد خالد الحساني، 21 سنة في ثاني مواسمه مع نادي العين. كرة إلى الأمام، محاولة تقدم أمامية، الكرة على اليسار نقلت لخالد الحساني آنف الذكر. عودة من جديد ونقلة لمصلحة اللاعب وارين هوسوي. كرة إلى الأمام، عودة من جديد، نقلة في وسط الملعب لمصلحة القائد عن طريق اللاعب كوامي آتون. نقلة على اليسار، تقدم إلى الأمام، يحاول يتقدم الحساني من جديد. عودة لمصلحة اللاعب إسماعيل أوكوبوتي. نقلات مستمرة في ربع ساعة أخيرة مشاهدينا الكرام على نهاية هذا اللقاء. عودة إلى الأمام، طالت الكرة وتحولت لدفاعات نادي سترة والنقلات ريان الفورجي والانطلاقة السريعة للصعود إلى الأمام. نقلة على اليسار عن طريق اللاعب برونو، يحاول البرازيلي ولكن اعتراض مميز من جانب اللاعب اسماعيل أوكوبوتي. الغاني يتقدم نعم ويتدخل في الكرة الماضية وإلى رمية جانبية.
عبد الواسع المطري سيغادر في هذه اللحظات رفقة برونو. يشارك اللاعب كارل نامان جاندا وعثمان الحاج. كارل نامانانجا شارك في هذه اللحظات، اللاعب الذي كانت له تجربة في الملاعب العراقية مع نادي كربلاء سابقا. نعم، تعود الكرة الآن أيضا في الملاعب الفرنسية مع نادي هيريبير، وأيضا تجارب في الملاعب الأوروبية لهذا اللاعب عن الأندية البلغارية مع نادي بيرلين بلا جوفراغ. كرة في وسط الملعب إلى الأمام، تلعب لمصلحة عناصر فريق نادي العين في وسط الميدان لمصلحة الزعيم والبحارة في صدام كبير، في صدام رائع. من هناك وصلت عن طريق لاعب خالد الحساني والتمرير والمحاولات المستمرة على خارج أرضية الملعب. تحولت رمية جانبية لإيمانويل فينسنت في هذه الدقائق. رمية جانبية أعطى إشارة القيادة طبعا للاعب عثمان الحاج فور نزوله، لاعب البرازيل قادم من نادي الخالدية. تجارب كبيرة وحافلة في الملاعب السعودية للاعب السعودي عثمان الحاج مع نادي الأهلي، مع نادي الفيحاء، مع نادي العين السعودي، وبعدها انتقل إلى نادي السترة أو الخالدية ثم نادي السترة. الخالدية ثم نادي السترة في ثالث مواسم عثمان الحاج مع فريق نادي السترة مع البحارة. عودة على اليمين، تقدم وتمرير. دياس يحاول تسديده ولكنها مرت خطيرة على مرمى الحارس يوسف حبيب. كرة اللاعب النبساوي في الكرة الماضية حتى الآن هو أخطر اللاعبين والأكثر تصويب وخطورة على مرمى المنافس اللاعب دياس، وعلى الرغم من لعبه في مركز الدفاع في مركز الظهير الأيمن، والجميع يعرف بأن مركز الظهير الأيمن والأيسر مركز الظهيرين لا يقل عن المهام الهجومية التي يقدمها اللاعبون المهاجمون. نعم، عودة للأمام، تمريرة خاطئة، عودة من هناك، تمر الله على الاستلام، تقدم ولكن متابعة واستعادة للكرة من هناك علي ناصر لعثمان آدم. تمرير على اليسار، انطلاقة سريعة لكارل، أول لمسات اللاعب كارل، أو عودة من هناك على اليسار. كارل يراوغ، كارل يحاول، كارل على جهة اليمين، تقدم إلى الأمام، نقلة أمامية، نقلة وتقدم لعناصر نادي العين. التخلص من هذا الضغط، التخلص من هذا الاندفاع الكبير لهجوم فريق نادي السترة، واستعادة للكرة من عناصر نادي العين. نقلة على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام عن طريق اللاعب مامن نيانج والتمرير والاستلام، ومن هناك فقدان للكرة والعودة إلى الأمام، نقلة وتقدم إلى الأمام عن طريق اللاعب عثمان الحاج. عثمان إلى الأمام، عثمان يحاول ينطلق من هناك، يزيد في السرعة ويبالغ بانطلاقته في الكرة الماضية. هذه كرة اللاعب كارل نامان جاندا، والمطالبة بركلة جزاء ولمسة يد كما هو واضح على اللاعب اسماعيل اوكوبوتي، ولكن قرار الفار بالتأكيد له رأي آخر ويضع معايير للإشارة إلى ركلة جزاء من عدم الإشارة إليها. كرة في وسط الملعب عن طريق اللاعب جوشو أودو إلى الأمام، لعبها يفتقدها إلى الأمام، انطلاقة من جانب كارل أو إيمانويل، هو الذي انطلق، هو الذي حاول بمهام هجومية يقوم بها هذا اللاعب. قدم أداء رائع جدا قائد السابق. كرة إلى الأمام، نقل على جهة اليسرى لفريق نادي العين، تقدم إلى الأمام، يحاول فريق الإمارات الدخول، العبور، التقدم، المراوغة، المرور، ولكن من هناك السقوط والتعثر. ولكن من هناك عمر اليعقوبي قاضي هذه المواجهة يشير
ويلوح بيديه. نعم لا وجود لسقوط، لا وجود لركلة جزاء، وعودة من جديد في وسط الملعب. تقدم لنادي العين من جديد، تقدم بالكرة، ولكن حتى الآن لا يوجد تقدم للفريقين بالنتيجة. حتى الآن الأهداف غائبة، حتى الآن لن تتحرك الشباك، حتى الفرص الخطيرة قليلة جدا قليلة جدا. عودة على اليسار من جانب اللاعب خالد الحساني، جوشو أودو إلى الأمام، يحاول جوشو من جديد لإبراهيم ندياي على اليمين، لم تصل الكرة. متابعة حاضرة كانت من جانب إيمانويل إلى الأمام، إيمانويل يحاول، إيمانويل تقدم، أو كار نعم نفس التسريحة والتسديد. خطيرة جدا من جانب كارل، بتصويبة قوية جدا. أول فرص الخطيرة فور نزول، نعم يسجل خطورة، ولكن حارس المرمى يتصدى يتألق. في الكرة الماضية الحارس حسن محمد في لحظات كان يشن بها نادي العين الخطورة والهجمات، ويستحوذ ويحاول ويصل إلى المرمى، ولكن من هناك يقلب هذه الخطورة. من هناك مراجعة، كانت هناك ركلة جزاء أم ماذا؟ ركلة جزاء للعين أم ماذا؟ سنتابع ونعاين. هل هناك ركلة جزاء على لاعب كفاف؟ نعم يذهب الحكم عمر اليعقوبي للمعاينة للمشاهدة بنفسه، وخاطب وقال لي اللاعب محمد عوض الله انهض، لا وجود لركلة جزاء كما شاهدنا. يلوح بيديه ويأمر محمد عوض الله بالنهوض وإكمال اللعب. ولكن يذهب لمعاينة الحالة بنفسه، يذهب إلى غرفة الفار أو للشاشة الصغيرة، ويخاطب ويحاور ويناقش الحكم السعودي قائد غرفة الفار رائد الزهراني فيما يخص الحالة الماضية وهذه الكرة الماضية والإعادة المستمرة لهذه الحالة، مع نقاش مستمر من جانب الحكم رائد الزهراني حكم الفار، والحكم حكم الساح عمر اليعقوبي. نعم من هناك الخطاب المستمر والمناقشة المستمرة والمعاينة المستمرة لهذه الحالة. يعود الآن اليعقوبي، يعود، ولكن بأي نداء وبأي قرار سيعود في هذه اللحظات؟ سيعود. نعم هل هناك ركلة جزاء أم ماذا؟ ركلة جزاء أم ماذا؟ نعم ركلة جزاء لمصلحة فريق العين الإماراتي في ضغط رهيب وكبير. شن فريق نادي العين حتى حصد نعم وتمكن من الحصول على ركلة جزاء، يتمكن نعم منها فريق نادي العين، يتمكن من الحصول عليها فريق نادي العين مشاهدينا الكرام بعد عودة ومعاينة من غرفة الفار من جانب عمر اليعقوبي. هذه الكرة الماضية وعرقلة لمحمد عوض، ومع صدام مع لاعب كافافي من خلال حكم اللقاء يشير لوجود ركلة جزاء. تحفظ كبير كان حاضرا في المباراة، وسيناريو لم نتوقع أبدا نتوقع حدوثه. ركلة جزاء 1-0 إذا سجلت في حال إذ لم يتغير السيناريو حتى الآن. تزداد معاناة نادي سترة، ومباراة الأصعب القادمة أمام نادي زاخو الذي سيواجه فريق نادي القادسية بعد دقائق إن شاء الله تعالى. كل التوفيق لممثل العراق في هذه البطولة. لومباردو من هناك، والتوجيهات من هو القادم. هناك تبديل، شاهدنا اللاعب وخالد الحساني هو الذي يتقدم ربما للتنفيذ. لا بل محمد عوض المتسبب بركلة جزاء، محمد عوض الذي يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. غاب محمد عوض عن التسجيل في هذه البطولة. يتقدم الآن محمد عوض في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. محمد عوض الله غاب عن التسجيل في مباريات الدوري أيضا، لاعب الذي مثل أندية خورفكان والعين والجزيرة
ومن هناك يقترب لتنفيذ ركلة الجزاء التي ستكون ربما هي الفاصلة في تحقيق الانتصار. يتقدم من هناك محمد عوض الله من أجل الارتقاء في جدول الترتيب، من أجل نقطة جديدة. محمد يتقدم، عوض الله إلى الأمام، عوض الله يتقدم، والحسم يتأجل. الحسم لهذا اللقاء ولنقاط هذا اللقاء يتأجل مشاهدينا الكرام. في فرصة لنادي العين ضاعت، وكاد من خلالها نادي العين أن يحكم هذا اللقاء بانتصار ويرتقي ويبتعد عن زحمة البقاء في المركز الثاني إذا حقق نادي القادسية الانتصار وأراد أن يعقد المهمة على القادسية ويحسم التواجد بالمركز الثاني. حتى الآن مجموعة الإثارة، مجموعة التحدي الكبيرين أيضا. حتى الآن لا يمكن أن نخمن أن نتنبأ بمن سوف يتأهل في هذه المجموعة متصدرا لها أو متواجدا بالمركز الثاني، ولكن في الحالتين هي صعبة على سترة، صعبة على أداء سترة وظهور سترة. عودة للأمام، تمريرة، سلام، تقدم خطيرة للعين تسديد، ولكن دفاعات نادي سترة عادت، ومن هناك الانقضاض على الخطورة التي يقودها فريق نادي العين. محاولات مستمرة، خطورة على مرمى يوسف حبيب، خطورة على مرمى سترة، ورغبة كبيرة تزداد أكثر وأكثر لفريق نادي العين لتسجيل وإضافة الهدف الأول ولحسم حسم هذا اللقاء، لحسم هذه المنافسة في 3 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. سنشاهد ونتابع الرأسية لا زالت قائمة حتى الآن. عودة على جهة اليسار، محاولة وعرضية، الكرة طالت، عادت، رأسية طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك حالة تسلل أو ضربة مرمى. نعم، بكلتا الحالتين الكرة لمصلحة نادي سترة البحرين. في ضغط كبير يواجه نادي سترة. نعم، حالة تسلل في الكرة الماضية في كرة نادي العين، ومحاولة وعرضية اللاعب إبراهيم ندياي. عودة للأمام في وسط الملعب بالراس، وصلت وعادت، كرة بالراس، محاولة التقدم، استعادة للكرة، مراوغة رائع من جانب اللاعب عثمان آدم والتمرير إلى الأمام، مراوغة، تقدم إلى الأمام، نقل على جهة اليمين للأمام في وسط الملعب، حولت إلى رمية جانبية عن طريق ندياي أو إيدياس. عودة، تعادل سلبي حتى الآن. نعم، يحتكم الفريقان إلى التعادل السلبي الذي يغيم على أحداث هذه المواجهة. مشاهدينا الكرام والمتابعين عبر قناة العراقية الرياضية، سننتظر ونتابع في دقيقتين أو دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي. شاهدنا توقفات كثيرة في الشوط الثاني، الشوط الأول أيضا توقفات قليلة جدا، ودقيقتين أضيفت كوقت محتسب بدلا للضائع بسبب رتم المباراة السريع والذي لم يجعل المباراة تتوقف. المباراة كانت سريعة بمجرياتها، بأحداثها، بلحظاتها، بشغف لاعبو الفريقين. عودة للأمام، نادي العين يفارق نقطة عن نادي الشباب الأهلي في منافسات الدوري. نعم، على المتصدر شباب الأهلي، نادي العين بالمركز الثاني 37 نقطة، 11 انتصار، 4 تعادلات، سجل 31 واستقبل 11، بينما نادي سترة 15 نقطة. نعم، ب3 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، سجل 11 واستقبل 16 هدفا في منافسات بطولة الدوري.
الآن العين بالمركز السابع أو المركز الثاني ب7 نقاط في ترتيب هذه الجولة، في ترتيب هذه المجموعة التي يتصدرها نادي زاخو ب10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد. عودة للأمام، نادي زاخو هو الوحيد الذي لم الله هدف قاتل ورائع بجماليته، بروعة تسجيله وبالوقت الذي سجل به. لاعب رائع، نعم، وهدف رائع 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 بمقصية خرافية لمصلحة نادي العين. نعم، هو ثمين بالطريقة التي سجل بها، بالوقت الذي سجل به هذا الهدف. أي جمال، أي روعة، على ماذا نصف، على ماذا نعلق، على هدف رائع وجميل أم على هدف جاء بهكذا وقت مميز؟ نعم ورائع، نعم، لفريق نادي العين. أي مقصية رائعة من جانب نعم البديل جوش أودو أو جوناس نافو كان أقل اللاعبين لمسا للكرة، كان أقل اللاعبين نعم تأثيرا في المباراة، ولكنه يظهر بتوقيت رائع جعل منه يأكل ويحصد كل الأرقام والتقييمات التي قيمت بها اللاعبين في هذه المباراة بمقصية رائعة. يسجل فريق نادي العين هدف الانتصار، هدف ال3 نقاط، هدف الارتقاء بنقطة تاسعة نعم لفريق نادي العين، لعله يحصد التأهل، ولكن حتى الآن نعم المنافسة الشرسة بين المركز الأول والثاني، بين زاخو وبين العين في مباراة قوية جدا. نعم حتى الآن فريق نادي العين يتمكن من تسجيل الهدف الأول، هدف الانتصار. 6 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. شاهد في هذه اللحظات تغيير لنادي سترة، زج باللاعب من هناك، وحاول لا زالت قائمة. نعم رمزي عبد الله، عودة للأمام، تقدم على اليسار، متابعة حاضرة، محاولة بعرضية من هناك بالراس، ولكن متابعة من جانب الدفاع. نادي العين يريد العودة إلى المنافسة القوية، إلى المنافسة الشرسة، يريد العودة من جديد، عودة إلى حارس المرمى من هناك ليوسف حبيب. مقصية رائعة، ولكن أيضا يسأل عليها يوسف حبيب، ولكن لم يتوقعها، لم يتوقع بأن اللاعب جوشو أو جوناس نافو سيسجل ويدرك الهدف بهكذا طريقة، سيلعب الكرة بهكذا طريقة. وأيضا تسأل الدفاعات عن كيف جوناس قام باستقبال الكرة والتحضير بدون حسيب ورقي، بدون متابعة دفاعية في هذه المباراة. مغادرة اللاعب خالد الحساني، في هذه اللحظات من هناك الفار يعاين حاله إن كان هناك بطاقة حمراء أم ماذا. لاعب هيان المعمري من هناك يشارك بتغيير ثالث لنادي العين في هذه المباراة. عودة لحارس المرمى من هناك لحسن محمد. فريق نادي العين يتقدم الآن وإلى الأمام، يرتقي ويبتعد عن نادي القادسية. إن حقق القادسية الانتصار اليوم، نعم، وبالتأكيد أي نتيجة في مباراة اليوم ستسعد وتسر وتصب بصالح فريق نادي العين، وخاصة إذا كانت التعادل. عودة للأمام، تمريرة طويلة واستعادة من هناك إيمانويل إلى الأمام، والعودة إلى الخلف عن طريق اللاعب كفاف. فريق نادي العين كان قريبا من البداية لحصد المباراة، أضاع ركلة جزاء من لاعب محمد عوض الله
ولكن من هناك اللاعب جوناس نافو أنقذ محمد عوض الله، نعم، من تأنيب الضمير ومن إلقاء اللوم عليه بالتفريط بهذه المباراة، بالتفريط بنقاط هذه المباراة، حتى جاء اللاعب جوناس نافو وبمقصية رائعة، نعم، وبهدف رائع، بالطريقة التي سجل من خلالها الهدف، وفي الوقت الذي سجل فيه الهدف، والموقف المميز والرائع، والوقت المثالي الذي حصد به فريق نادي العين هدف الانتصار، هدف الحسم، هدف النقاط الثلاث. ترسل كرة إلى الأمام على الجهة اليمين، طالت الكرة وتحولت على اللاعب بيكاي واد. لومباردو يعاين من هناك، يتنفس الصعداء بهذا الانتصار، وهزيمة ثالثة لفريق أو ثالثة للمدرب علي عبد المجيد، وهي أيضا الثالثة لفريق نادي سترا في هذه البطولة. نقطتين، حصل على نقطتين وجاءت من تعادلين وهزيمتين. دراما كوماري في تغيير رابع يجري، وصلنا إلى الدقيقة والثواني الأخيرة، والآن أجرى التغيير الرابع المدرب لومباردو. هذا طبعا ما يدفع المدرب، وهذا بسبب أن المدرب متحفظ على نفس العناصر، نفس الأسماء التي دخل من خلالها إلى التشكيلة. مشاهدينا الكرام، حكم اللقاء عمر اليعقوبي يعلن عن نهاية الوقت الأصلي بانتصار لفريق نادي العين، ونقاط 3 ثمينة للفريق الإماراتي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.